السؤال لماذا نتزوج؟ من مقاصده الإحصان والعفاف. يحصن الإنسان نفسه من المحرمات. الله عز وجل خلقنا وفطرنا وجعل فينا هذه الغرائز وأباح لنا الزواج ولم يبيح شيئا آخر غيره. لا توجد طريقة شرعية للإحصان والعفاف إلا من الزواج، فهو الوسيلة الوحيدة للإحصان والعفاف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن خلق للذكر أنثى وخلق للأنثى ذكر. هذا هو نمط الزوجية، التقابل. والله تبارك وتعالى الكون كله مبني على هذا النمط. ما من مخلوق خلقه الله إلا وخلق من جنسه ما يكمله. كاين الليل وكاين النهار، كاين النور وكاين الظلام، كاين الفقر وكاين الغنى، كاين الخير وكاين الشر، كاين الإيمان وكاين الكفر. كل مخلوق خلقه الله خلق من جنسه ما يكمله ويماثله. كاين الجنة وكاين النار، كل حاجة خلقها الله خلق من الجنس ديالها المقابل ديالها ما يكملها لتسكنوا إليها. المقصود الأعظم من الزواج هو الإحصان والعفاف والسكينة. الإنسان الأعزب المحروم من السكينة والاستقرار يعني يشق عليه أن يؤدي وظائف الشريعة. كيجي الزواج كيعطيك واحد الراحة، واحد النفسية، واحد الاستقرار. إذا كان الزواج مبني على الدين ومبني على الأخلاق ومبني على الاحترام ومبني على المودة وعنده اهداف ومقاصد، ماشي الانسان غير مزوج ما عارف والو في الحياه. شحال من واحد دابا مزوج تسولو على حقوق الزوجه ولا حقوق الزوج ما عارف مسكين والو. وصل لواحد السن دفعوه الناس صافي زيد انت زيد انت الله يعاون. الانسان يفهم اش كيدير، يثبت الامور ديالو. لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. راه الا تاملتي الا تفكرتي، راه الاخوان معنا تبارك الله كاين اللي كبر منا في السن، الا تفكرتي في الطفوله ديالك وتفكرتي في الشباب ديالك وتفكرتي في الزواج ديالك وتفكرتي في الحياه ديالك كلها وتعمقتي في هذه الامور، تجد أن الله تبارك وتعالى قد أكرمك وأعطاك أكثر مما تستحق. راه الإنسان ما يكفرش ما يجحدش النعم ديال الله تبارك وتعالى وغيجي معنا هادشي. إذن بقصد الإحصان والعفاف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشريعة الإسلامية سهلات هذا الأمر، والقوانين الوضعية عقدت أمور الزواج. دابا ولا الزواج يعني امتحان صعب وعسير، تكاليف وقلة الثقة وكثرة الشك وكثرة الشطارة وتحريميات والقوانين والتبرزيط، وأصبح الحرام سهلا. أسهل ما يكون الآن هو الحرام والعياذ بالله. أسهل ما يكون هو أن تقع في الحرام، وأصعب ما يمكن أن يفعل هو أن تتزوج. زواج مبني على أسس، على أركان. علاش؟ ضيقوا الناس الدائرة الحلال. الشريعة يسرت، لم تشترط في الزواج أي شيء إلا الدين والباء والاستطاعة على تختلف من شخص إلى آخر. بقصد الإحصان والعفاف لا يمكن أن يحصل الإحصان والعفاف إلا من طريق الزواج. ونهار كيكون العزوف على الزواج وكثرة العنوسة، الإنسان عنده 40 ما مزوج، البنات عندهم 45 48 50، كتلقى الجهة الأخرى خدامة. الناس ما يشتغلوا في الحلال وما يشتغلوا في الحرام ما غيبقاوش بلاش. جرائم وكثرة المصائب اللي كتسمعوا من بين أسبابها هو هذا الشيء، من بين الأسباب ديالها لأن الإنسان مزوج وخدام وعنده وليدات وعنده الكرا وعنده الضوء وعنده الماء، ما عندوش الوقت للتحريميات والمشاكل. يلا كيمشي يخدم يجيب لولادو ما ياكلوا، يخلص الواجبات ديالو يمشي ينعس باش الصباح يفيق. ما عندوش الوقت، عنده مسؤول منظم حياته، عنده العيد في الوقت، عنده العطله، عنده النساب، عنده هذه، عنده يلا كيتكافى مع الامور اللي واجبه عليه. لكن الانسان خدام عنده سياره وعنده المدخول وما مزوج، ايوا شوفوا انتم اش غيدير، علاش غادي يقلب؟ ما عنده مسؤوليه، ما عنده تبعات، ما عنده ضوابط، ما ياكلش في الوقت، ما ينعش في الوقت، ما يدخل في الوقت، ما يخرج في الوقت. لذلك تيقول الناس الزواج دخلتي للقفل، راه ماشي نقفل بداك المعنى السلبي. لا، الزواج كينظم، كتولي ضابط الامور ديالك، كتدي اللقمه تاعك لوليداتك وكتعبد الله بهذاك الخير كما فعل والداك. لان راه ما يمكنش الحياه تستمر الا ما كاينش الزواج. حنا راه ماشي حيوانات، الحيوانات عندهم الامور على الفطره، لكن الانسان نظم الله له العلاقات باش تعرف باك، تعرف عمك، جدك، خالك، ولد عمك، خالتك، الانساب. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. هذا العالم كله اللي كتشوف دابا انت قدامك الاصل ديالو تبع. واحد يقول لك انا عندي الشجره، هاد الشجره فين كتسالي؟ في الغابه، كتسالي في ادم. واحد قال لك احنا راه شرفاء ومن بعد كلشي العالم كامل باليهود بالنصارى بالمجوس بالملاحده اي جنس نهايته الى ادم. كلكم من ادم وادم من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من مقاصد الزواج التكاثر. واحد من تالودانت تزوج من مراكش، واحد من مراكش تزوج من الدار البيضاء، واحد من المغرب تزوج من دوله اخرى، وتتكون النساب والعلاقات والاعراف والاجناس وكتكون الحياه. هذا هو المقصود من الحياه. الناس كيكون داك التنوع وداك الزيارات وصله الرحم الى اخره. بقصد الاحصان والعفاف وتكوين اسره مستقره.